بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، اليوم كذلك نتكلم حول الرسول صلى الله عليه وسلم، اليوم حول معاملته مع أولاده ومع أحفاده. اعلموا دائما بأن الرسول قدوة لنا، فعلينا أن نقتدي به ونتعلم منه التصرفات مع الأهل ومع الأقارب. ولكم في رسول الله أسوة حسنة كما يقول الله عز وجل. نتعلم ونحاسب أنفسنا على معاملاتنا، إن خيرا فخير، وإن كان خطأ نصلح المعاملة ونقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. برايد عزيز إيرو أميسا بحث أخلاق پیغمبر، ولكن تفجر پیغمبر داينو ساندنا پیغمبر ديگل زارو كيوي زاريوي و ديگل أمبجن تورنيوي. تورن ياجي نوي. تورن و نوی هر دوش بکردینه. تورن و نوی هر دوش بکردینه. یعنی تورن نب ترکیه بیا زانبنده، تورن بکرمانجیه، بکردیه، یعنی و نوی جی بکردیه. اخلاق پیغمبر دیگل کچیوی، دیگل لایوی، دیگل زاروکیوی، دیگل نویوی دناوا انسان دا چه ابو امی بیتشتانه ان شاء الله لسر خبردن. طبعا الاسلام نظام كامل ومتكامل، واتى يبين لنا كيف نتعامل مع بعضنا. والإسلام يبين لنا كيف يتعامل الوالد والوالدة مع أولاده، والعلاقة بين الآباء والأولاد قائمة على الرحمة والرأفة والشفقة والتوجيه. الوالد يرحم الولد، الوالد يحبه، الوالد قلبه على الولد، الوالد يوجه الولد، الوالد يقوم برعايته. هذا العلاقة كما نقول بشكل متكامل من تربية ومن الشفقة ومن الاهتمام به، وكذلك من العلاقة القائمة على المحبة والمودة. هذا هو أساس العلاقة بين الآباء والأولاد، من ناحية مسؤولية، ومن ناحية أخرى المحبة والفرح والسرور. نحن نفرح بالأولاد، وفي نفس الوقت نحن نربيهم، وفي نفس الوقت نحن ننفق عليهم، وفي نفس الوقت نحن نوجههم إلى اليمين وإلى الشمال وندلهم على الطريق الصحيح. هذا مسؤولية الوالد والوالدة مع الأولاد. على الإسلام دا علاقات دي باف زاروكا علاقوان. أما أنا سريع أولا خبرني الإسلام دا علاقات دي بابا تكليب كرمانجي بيجن ديالوج، يعني علاقات دي بابا بزاروكا را جالي كده معنا رحمة وشفقة. وشفقة زاني شد بدلي مرات شوت شفقة، يعني رحمة. جاري كده حسكرن، جاري كده دا أم بيجن تربية بربرسايتي، يعني باف دبیج زاروکی خورا دبی از شوانه تمه اشتا تم پرسینه از گره خدمتا تبکم، از گره دست خود سری تبدم. وجالی کی دایش دبیجه گره از ریا راست اشترا بیجم، یعنی چند تشبه هفرانه ها، یعنی هم زبشه، هم پرتقاله، هم سیفه، هم موزه تبه هفرانه، يعني هم باوه، هم حسکرنه، هم شفقته، هم دبی اشوانه تمه، هم دبی گره از خدمتا تبکم، وهم دبي از ماموستا و ارتماني تما جازر اريا راس اشترى بيجم فان تشتا تبن، يعني علاقات دي بابا ابن. مثلا ام زاروكي حستكن، ام واندن بردلي خو ام وان باشتكن، عيني وقت دا ام برات يدن جلا جوانا دستينن، ام خارين دستينن، دا عيني وقت دا ام جوانا بيجن افيا راس افيا شاشه، افيا بكن افيا نكن، افيا تشتك اسلام جمرات بيجن في شكل هاني. طبعا هناك سوره في القران، سوره لقمان، هناك آيات طويلة جدا الله عز وجل يتكلم على لسان لقمان وابنه، يا بني يا بني يا بني، توجيهات جليلة وتوجيهات عظيمة في الآية الكريمة أو في الآيات الكريمة. يبين الله فيه مسؤولية الوالد أمام أولاده من ناحية التوحيد، من ناحية الواجبات الإسلامية، أقيم الصلاة، يأمره بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويكون صابرا، وبعد ذلك يتعلم، يقول يا ولدي تمشي بشكل مضبوط، يعني لا تفتخر ولا تتكبر، تتكلم فليكن كلامك هادئا، لا ترفع صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هكذا بشكل متكامل من التوحيد إلى الكلام، يبين هكذا المراحل يعني. فنحن حينما نقرأ القرآن نشعر ونتعلم مسؤولية الأب والأم أمام الأولاد كما يبين الله عز وجل. طبعا القرآن إذا سورتك هاجرت بين سورة لقمان. لقمان وزان شخص اكيد تاريخ انسانيتي ذهبيه يا پیغمبر ان نه پیغمبر ام صدي صدوي نزانه، فقط دوي سوري دا رب عالم بحثا تكلاي علاقت اد نابرا دي بابو زاروك دا دوي سورته دا
لقمان چند جرات جلای خراد به لا يمن لا يمن لا يمن لا تف لا يمن يعني حتى يا بني بني كلمة قلتناك بني زمان عربي ده بكردي تامد بچه لا كره من شيرين يعني اب شيريناي ها نه كره من بتاني هكا بجا قربانه وكره بابي خو او كلمه شيرين يعني كلمه كا ساكن بشيريناي جرات بيجي تدي كبا كم زارو كي عاجزن بجن كرو وقتی حس که کره بابه خو قربان و حیران و اوه ایجا لقمان باب نرمایج لایق لای من چند تشتاجرات بجه آلی ایمان اب خواده دا جا آلی لمیج و طاعت دا جا آلی حلال و حرام دا جا آلی که وظیفه خود نبا ملت دا بکه نصیحت ملت بکه جا آلی خبردان دا باب جرال بیته وها خبر دی دنگی خبر نکه دکا قیر قیر جا آلی متواضع توازی بترکی جرات یعنی بینفس بات برای چوی اوه هیدی که هر وکا انسانا يعني تخاص أخلاقك هي كوظيفة باب الهمبر زاروكا قال ديني يجرى بيجا عبادتي يجرى بيجا حتى شوا خبر بدا وظيفة بابج لا يقرأ بيجا لا من نكا قير قير يدي خبر ده لا يقرأ زاني شاب كردي بي قرابي أوات شاب لا يم قرأ نبا هوا هيدي كهره تا خبر ده دان يق نكا قير قير فندي با لا يم نصيحة لملتي بك لا يم صبر بك الهمبر مصيبتها فانتشتي هاني أمر بالمعروف نهي عن المنكر واصبر على ما أصابك ما نصيحتي يعني صبر بك أما أنا قرب أفتف بكن ها إجا بابي ما أنا مشدكن لا من هاش ترى خوارني هاش ترى براش ترى تلفونك آيباد سلام عليكم أزيدين نبابي تما شوات نبابي مني قرأت مرا عبادت بيجي إيمانا بيجي أخلاق بيجي نصيحت لما بكي جلي مجمرا بيجي خبردانا بيجي بوري مجمرا بيجي أما أنا تب وظيفة بابن فقط بابي انا وان تشتناكن لا يوان شد كدنجي خناكن لما جرى نابي عبادت نابي طاعت نابي حلال وحرام نابي مع الاسف انا تف كيمانيه من كان نقطه دي مجوره بيجن داوي عربي باشي كردي هناك حقوق معروفه في الاسلام سنذكر قليلا ونرى بان النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يطبق هذه المبادئ في حياته. اولا اختيار الزوجه الصالحه، الرجل الذي يتزوج عليه أن يختار مرأة صالحة لنفسه، وكذلك الذي يزوج أولاده وبناته أن يختار. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اختاروا لنطفكم المواضع الصالحة، يعني كأنك تزرع شيئا فتختار، عليك أن تختار الأرض الصالحة حتى تزرع فيه، فكذلك أنت عليك أن تختار امرأة صالحة حتى يرزقك الله أولادا صالحين. هذا نصيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم، زوجوا أولادكم أو بناتكم لأناس صالحين، أو تزوجوا كذلك. يعني قبل أن تتزوج، قبل أن تخلف الأولاد، عليك أن تتفكر من ستكون والدة لابنك وبنتك. هذا شيء معروف في تاريخ العظماء، كانوا يقول علينا أن نختار امرأة صالحة تكون والدة لأبنائنا. هذا الكبار هكذا يفكروا، لا يفكر بعد الزواج، يفكر قبل الزواج. قبل ما يتزوج يقول من ستكون والدة لأبنائنا وبناتنا، من ستربي الجيل القادم. هذا ما ينصحنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به. كان حب حق دي باباش ورا بجم يك جوان حقا بريك أن بزوجن تبكي إنسان، خصوصا عذاب ما يكون أنا هبن بريهم بزوجين جراون جنك باش خرا بدينن جنك باش نبجن برهما جنب بوري دريج وشكل وإجنا بنا. پیغمبر نصيحتك كري عليه الصلاة والسلام مثالك دايا وكنا أبيكو جندي هنا جندي مزانن جندي چنه تدي عرض جند هنا تجنم دافيجي كي عرض تيشند با پاشید با جنم يعني. او زواج دبيش خوا جتو خورا عرضك باش بدين تو وزانش نتوخم جتو خورا عرضك باش بدين يعني او جنا كتيبرا بزوجي او جنا انا ببدا دايكا زاروكي تهايه تجهب جنا كبعقر رب زوجه يك بإمارة يك بأخلاق رب زوجه تيك وهذا نزوجي داوي بيجي لا من شمانه بي بروفيسور انا بروفيسور حيرا دينا بروفيسوره دي خوانداننا دي جاهله دي تشتكي نزانه چه ولاي بم بروفيسور زحمته يعني ابي بزان بن. حتى تاريخ هذا يك ذريه حضرت علي او انكي زاروكي خرا حاجز بالله ما تشما وهناك لانك زاروك يدي هاو تحملت كن بيابو بابو دبي دبيت تنحقيل متكي ها دبيت شما لا من دبيت تشتكي بابا تشترى كريه تجمره نكريه چوا دبي بابا تا مملكته ان جنب اصل كي واصل زاده وي اني بودياته
مع الاسف تديك او ساكنوش مرة نانيا دي ما اصل زادن دي ما يكا نورمالة تشد خوازي يعني ام جلدي اخد شونه يعني دي تا اگر كو حساب كمثلا صفية متى پیغمبر وكنا شيركي بو شير جنبو زبير لاوي وكا شير بو او دي اخد دركتبو يعني اول اجابانا جي بشكل يعني گره جنا کو ببد جنا مروا دايكا زاروك مروا گره يكا باش به يكا باصل به خد ناس به حتى كو به يكا مازن. شيء اخر على الاولاد على الابوين ان يفعلوها لاولادهم وخصوصا الوالد ان يختار له اسما جميلا. علينا ان نعلم هذا. احيانا نحن نختار اسما الولد بعدما يكبر يستحي من اسمه، هذا لا يليق. والرسول صلى الله عليه وسلم له حديث يقول انكم تدعون يوم القيامة باسمائكم واسماء ابائكم فاحسنوا اسماءكم. وسيدنا علي اراد ان يسمي اولاده حسن وحسين باسم الحرف، النبي يقول لا، حسن وحسين لا اقبل هذا الاسم الجميل. وكثير من الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغير اسماءهم، من غيرها الى جميلة والى حسنة والى برة، ومن الرجال الى عبد الله وعبد الرحمن. اي الاسلام كذلك يقول ايها الاباء عليكم ان تطلقوا اسماء جميلة على اولادكم. الاسم والولد او كل منا له حظ من اسمه. اذا وضعت له اسم غبي مجنون ويكون مجنون، يا عاقل يا شاطر يا فلان هو سيكون شاطر رغما عن نفسه عن انفه. فما دمت تقول له يا شاطر يا شاطر سيكون شاطر خلاص يعني. ولكن اذا قلنا يا متخلف يا هكذا سيكون متخلفا. ابد دويا ناف جبير وانكن ناف اوجي گره دیو باو زاروکی خورا ناو باش دینن، ناو شیرین دینن، ناو قیمت دینن. پیغمبر موها فرماند که علیه الصلاة و السلام به روز قیامت دما کو بانو بکن ابناو و ناو باو و بانو بکن، یا فلان کس لا فلان کس، ناو خود به ناو خوشک دینن. معنی چیه؟ برا ناو و حدیث کادید به هر انسان کی ناو خود پای کی دیگه، یعنی پرچ کی ناوی گوت ناوی جرا دین به عاقل تبیجی زیرک کردی معنی عاقله ای با عقل در کبه. گواه تجرا گو دینو زانش ندین یعنی ایویا دین بیانه. تگواه جرا ناوه کی دینه گوی وقتی در کبه الگورا ناوه خو. جبیر وانه کن. هر انسان کی الگورا ناوه خو پای کی دگره. گواه تگو حلیم عبدالحلیم ای حلیم در کبه. گواه تگو عبداللطیف ای لطیف در کبه. گواه تگو محمد ان شاء الله وکا محمد به. تگو محمود وکا ولی گواه ناوه کی غریب و عجیب لیدانی وکا ناوه هانه ایجا بلا و مصیبتن. أبياش بيربانكن. وكذلك على الآباء أن يربوا أولادهم، هذا من حق الأولاد، تربية الأولاد تربية صحيحة وهم صغار. نحن نهمل تربية الأولاد إلى أن يكبروا، وبعد ذلك ابن نذهب إلى صلاة يقول ما يجي، نفعل هذا ما أفعل. فأنت تركت تربيته وهو صغير، فبعدما كبر تحاول أن تربيه لا يستفيد. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يأمر مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، يعني هم صغار علموهم على الصلاة، يلا ابن نصلي وهكذا نفعل وهم صغار. الولد الحفظ في صغره كما يقول كالنقش في الحجر، هناك تعليمات توجيهات نصائح، وحينما الإنسان يكون صغيرا أنت تعطيه يدخل في عقله وفي قلبه وفي مخه كما نقول، ما يخرج منه أبدا، يعني ما يخرج بالمصري يعني يبقى فيه. ولكن إذا أهملته وأخرته في بدل ما يسمع القرآن وهو يسمع الأغاني والموسيقى، فبعد ما يكبر خلاص لا يفيد. في بدل ما يشاهد البرامج الدينية يشاهد الأفلام الهكذا، يتعلم على ذلك. كلما يكون الأولاد صغار أي شيء تعطيه يبقى في عقله وفي قلبه وفي وجدانه، ولكن حينما يكبر من الصعب أن الانفلات، فعلينا أن نتعلم هذا كذلك. تشتكي ليش تاج بيربانكن وظيفات دي بابا مهم تربية بدن زاروخي وهجا زاروخي وان بتشوكن. حتى زاروخ زكي دي خود أنا جرام زار من هجا زكي دي خود أنا دنگ دشوانش بيربانكن علم بيش داشت بي زاروخ زكي دي خود أنا دنگ دشوان، يعني مهكي دمهن او قيد كد عقله وان هارد ديسك زانه چن هارد ديسك كمبيوترات كبل قيد بيانه قرآن گهداری بك تعداد مینه، خبردان گهداری بك تعداد مینه، دیاوی تشتکی خراب بك تعداد قید کنه. بیا صحانه بندم اكو لما اسلام بيجي لقمه حلال بدن جنيخو، لقمه حلال برا بخون حلال بك بخوينا وان زاروكي هانه زاروك دبي چاو قاتم دنیا يجي تدي سنه تدگو كده اعزام دي دگو كده قامت دي
انسان ما زاروك وان چد ما کی دم ها هرو موزیک و تنگو ورداوه دا دم پاشه ادبی سیدت گویده ازان خاینه اتا چت گویده ایشتش خون گویی تجی بی یعنی تجی موزیک بیه و دیگر تشکتیه کی دم کجا گویی والله ازان کی تدا بده قامت بك برا دسبيكاوي كلمة عول الله أكبر به نافي خداي بيروز عز وجل شبروي پیغمبر جي امرت کرد به زاروکی و بچوکن وان فیر لمیجه بکن ابیاجی گرم زان من زاروک بچوکن گرهيني فیر لمیجه مبن طبعا كذلك أن يختار لأولاده أزواج وكذلك نقول رجال صالحين والرسول صلى الله عليه وسلم سنتكلم عليه لم يكن له أولاد كبار ماتوا صغارا ولكن كان أبا للبنات فزوج بناته إلى أفضل الأشخاص محترمين طيبين صالحين سيدنا علي سيدنا عثمان رضي الله عنهما وقبله أبا العاص فكان يزوج يختار لبناته أناس طيبين صالحين هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كان يتابع أمورهم بعد الزواج هل أنتم مرتاحين مش مرتاحين كيف الحال سيدنا عثمان زوجته رقية كانت مريضة فذهب الرسول إلى معركة أو غزوة بدر قال لعثمان ابقي عندها عالجها فبعدما عاد النبي رأى بأن الناس انصرفوا من القبور عاد النبي بفرحة النصر التقى بخبر موت بنته اجتمع الفرح والحزن هكذا يعني قال لزوج البنت ابقى مع بنتي وعالجها وكن في خدمتها ولكن قدر الله وما شاء فعل أي هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بأمور بناته وإذا أصابهن أو وإذا سمع بأن هناك أمر ما يسيء إليهن يحترض عليهن مثلا سيدنا علي أراد أن يتزوج على سيدة فاطمة ببنت أبا جهل فسمع النبي بالخبر قال لا أقبل هذا شوف يحب أن يحافظ مشاعر بنته لا يجتمع بنت النبي وعدو الله تحت رجل لا يجتمع النبي يقول لا أحرم حلالا ولا أحلل حراما ولكن إذا تحب تتزوج طلق بنتي إكراما لمشاعرها مشاعر فاطمة لأن فاطمة قد رأت ما فعلت أبا جهل بالنبي صلى الله عليه وسلم فكانت صعبا عليها أن تتحمل وترى بنت هذا المجرم الكبير وإن دخلت في الإسلام ويشارك معها زوجها صعب عليها فالنبي قال إما تطلق أو لا فسيدنا علي رجع عن كلامه هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على كرامة بناته ولكن اليوم نرى كثيرا من النساء يزوجون البنات قبل لا يسألوا هل هو رجل محترم غير محترم هذا أولا هذا نفترض بأنه حاول أن يتتبع الأخبار فبعدما يزوج يقول خلاص إلى الموت تبقى هناك يضربها يهينها يظلمها لا يهمه المهم لا تأتي إلي هذا لا يليق بالآباء فالنبي لم يكن هكذا بنتي يتعرض للظلم لا أقبل تتعدى عليها لا أقبل تحترمها أهلا وسهلا فعلى الآباء أن يقتدوا بالرسول في هذا الأمر نقطة كادني زواج زاروكا پیغمبر عليه الصلاة والسلام كروي چه نبون كروي مازن تبچوكي مرن كروي پیغمبر مازن نبون انبياء بيشن فقط قيزه پیغمبر ابون قيزه خود زوجان قيزه خود دا که انسان بعقل انسان تربیه انسان کو قدر و قیمت وان هبون مثلا چهار حب قيزه پیغمبر هبون پشت اسلام هرچی کدا توادا انسان مازن یکی بري اسلامش خون دابو كره خشكه حضرتي خديجه او ابو العاص زينب لي جاركيه كادي رقيه دا حضرتي عثمان حضرتي عثمان رقيه الجمر قيزه كادن دايكي عثمان افندي بو محترم وجوان حس كر پیغمبر قيزه خدامه و شعب خند گرد گو قيزه پاشه راحتي كيفاته باشه حالته خوشه ظلامه تشترى باشه نباشه چشترى پیوسته جنا حضرتي عثمان كنابي رقيه بو نخوش كد حضرتي پیغمبر چو حربه کی گو عثمان تنایت الباقی زنبه تداویه که جناته نخوشه محتاج تداویه تلباله ببنه بیا پیغمبر کر علیه الصلاة والسلام قیزه که خویا بچوک فاطمه دا علی حضرت علی را زوجی دقت کرد چشتا لازمه چه نه لازمه ایجا چشتکی حضرت علی جاره کی خواست بزوجه جنا دویش خوابینه بکی را بزوجه بقیزه ابو جهل را خبر چو گوی پیغمبر یا فاطمه گوست قبول ناکم تشتك ابو جهل انيه سري بابي من دبير امدايت ظلم كل بابي مكريه والله جنا قيزا يرب بمير امراه بزا وجست حملناكم پیغمبر عاجز بو والله حلال خدي از دست غناد حلال حلال حرام حرام اجوي خبر نادم فقط الا تبخازي بزوج قيزان برده
قیزان برده لورا فاطمه ات شکایت کرد و بابا از ناخوازم پیرا بزوجه ادوی ام ناخوازم ببن جنی علی بهبرا یا او یا از مجبیر بانه کر ظلم اوقات سر بابه من ابو جهل جبیر بانه کنجاره کی عور زانه چنه عور اشکنبه عور رعدی حیوان ایح شرکی جده حبرا گو بین بابن سر پیغمبر آبتن سر پیغمبر نکارش بنی دارابه نکار را باقا گرانه فاطمه هات را کریه سر پیغمبر آویل کریه شوشتیه فاطمه یعنی حساب که بابه کی قیزاوی هاتی علی کاریه کریه کرتنه قیز هاتی علی براتنه کس کتنه فاطمه رادبان کی خبردان مبردان اجوانات بجا دلیوت شوته یعنی اف فاطمه چه دلی راضی بکو قیزاوی ظالمه یعنی ولو بیا مسلمان جی قبول نکرد گفت دلم بیا قبول نکرد تو ورید از تب که مالکی و من جنا ظلامکی هیوی زانه چنه هیوی جمر زحمته پیغمبر گو چنابه علی یا تقیزا مبردی یا تبیرا نازوجی چمکی پیغمبر نتخواست قیز ظلم نوانه کرن ایجا ایرو هنه کی باب هنه معلسف قیز خود زوجینن او چحوی خواد کرن قیز ظلم لته کرن حقارت کرن خرابیت کرن قد نابش کچامت رازیت نرازی ظلم ته کرن حقیت هیتنه تعدال ته کرن نای کرن قد انجی خناکه اسلام نه ابه یعنی پیغمبر وهانت کرد پیغمبر سوال حاله وانت کرد چی چوانی کیفات حالته في تشتي جرى أمشي سؤال كاتشي خب كنت كاتشام تباشي ظلامي تشترى باشا نحقيل تات كناك تبرسي نبرسي جليت أنا تنن احترامة تيجرتن نايجرتن أبياجي جرى أم شبير وانا كنت عقلي ما ذهب وأخيرا نحن نقول تقسيم العمل بين الرجال والنساء سيدة فاطمة تذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحتاج خادما يساعدنا فالنبي يقول لا أعطيكم خادما ولكن أعلمكم سبحوا سبحان الله والحمد لله هذا أولا وبعد ذلك يقسم العمل بين الاثنين يا علي العمل الخارجي لك يا فاطمة العمل الداخلي وظيفتك يقسم العمل بين الاثنين وهذا القاعدة الذي نحن نعتمد عليها ونقول على المرأة أن تقوم بتدبير أمور المنزل وعلى الرجل أن يقول بتدبير الأمور الخارجية بناء على هذا التوجيه أو تقسيم العمل الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية خفف أمر علي قال أنت أمور الداخل خليك بعيد ما فيش مشكلة الفاطمة أنت كمان لا تذهب إلى الخارج خليك مشغولة بالبيت توزيع الأعمال حتى يخفف عن الطرفين هذا كذلك قام به الرسول صلى الله عليه وسلم بين بنته وزوج البنت حتى يكون الأسرة ماشية وأمرها متوازن أحدهم لا يحتدي على الآخر تشتكي دين إسلام جوارا بيجن پیغمبر عليه الصلاة والسلام حضرت فاطمة فقير بونشكون إجا دمكي فقير كارو عيش كر راحت بو هلاك تبو فقيري وتشكيتنا بو روكي تيد بيا رسول الله بابا بيوت كاري خدمت كاري يك ورا خدمت ما بكي والله ام هلاك بون ج خزينه دولته پیغمبر تيد بين ناز مال خزينه نادم و ابيا يك فقط نصيحت جلوانت كش فازكر دعاء بكن اوداويد بيجا علي تكار دربا بكي فاطمه تكار مال بكي ویتشته يعني کار وان شفت خاطین اجبون باری هر دیاجی سبک ببه پیغمبر علیه الصلاة والسلام به شکل نصیحت لهر دیا کر باری وان هات سبک کردن رب عالم حياتك وك حياة پیغمبر بك نصيب ما اولادي وي ذريتي مالباتي ورب عالم صحة وعافية وسلامتي بدا متى ان شاء الله نرجو الله عز وجل أن يرزقنا حياة سعيدة إن شاء الله ونتعلم من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأولاد ومع الأهل إلى أن نلتقي في الجمعة القادمة ابقوا في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.